حطينا الكشك ده في الشارع، أي حد ممكن يدخله. جوه الكشك سألنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقة يردوا على السؤال ودقيقة يقولوا أي حاجة في نفسهم، أي حاجة. جوه الكشك ده هتبقى أنت المصور، الضيف، وكمان المذيع. مش مظبوطة الكاميرا يا جماعة، كل شوية هنفضل نظبطه في الكاميرا. على فكرة الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حتة في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم أو في الحتة بتاعتكم. زيع أنت جوه الكشك، هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين. ما قلنا لهمش يعملوا كده، بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس، مش قرمشة على الفاضي. سؤال حلقة النهاردة: ريم محمد محمود، واصحابي بيقولوا لي ريم معدين، يعني اسم العيله. انا اسمي ماهي ناصر هاشم. رغم ان احنا عملنا افلام كتير وشايفينها جميله جدا، لكن تقريبا ما فيش فيلم مصري خد اوسكار خالص. احنا ما عندناش اصلا تمثيل، يعني انا كنت عايش في كاليفورنيا، كان على طول الممثلين بيتضربوا ضرب حقيقي. في افكار حلوه، بس الفكره ان المخرج ما بيحاولش يفكر ازاي يظبط الفيلم علشان يبقى حلو انف انه ياخد اوسكار او اي حاجه. يعني انت شايفه ان المشكله في المخرج ومخرجين متخلفين ومنتجين زباله؟ والله مفيش صرف، احنا ما بنصرفش. بالظبط، يقعدوا يصرفوا في حاجات هبل وفي الاخر يطلعوا فيلم زي القرف. 3/4 شغلنا تقليد من بره، مفيش انتاج اصلا. بالظبط كده، احنا بننقل الفيلم زي ما هو، بننقل فكره المسلسل زي ما هي من بره بالظبط. نعمل على ممثل لود، يعني بيجيب الممثل مثلا نشغله في موسم اكتر من عمل فني، فده بيعمل لود على الممثل. الممثلين عباره عن كونكشنز في البلد دي، تعرف حد توصل تمثل، ما تعرفش حد هي البلد كلها كوسه في كوسه. عندنا مثلا فنانين كبار بيطلعوا اولادهم يمثلوا كده، فدوت بيدوس على مواهب جديده المفروض ان هي تطلع. فرقه ناجي عطا الله ده اللي بقالهم 30 سرقوا البنك في 5 حلقات و25 حلقه عشان يرجعوا مصر، لفوا بلاد العالم كلهم عشان يرجعوا مصر. ملاحظه ان عادل امام وابنه يعني خلاص كوشوا على البلد. المخرج رامي امام والممثل عادل امام سبحان وابن الله، العيله كلها. سبحان الله سبحان الله. لو عندنا في الهرم مثلا وفي بنك وسرقوه، البوليس هيجيبهم اسرع من كده، يعني فاهم؟ لو الاسرائيليين مش مغفلين للدرجه دي، قشطه يعني يا جماعه ان احنا مصريين جامدين فشخ وكل حاجه، بس مش لدرجه ان احنا بقى يعني رفع. لازم نعتمد اكتر على الشباب الفتره اللي جايه عشان ناخد الاوسكار. لازم الافلام بتاعتنا تكون، يا ريت لو نزلنا كمان للطلبه في المعاهد او في الكليات او في المدارس، عندهم افكار كتيره قوي. في فكره مثلا زي المنتخب المصري القومي اللي هو خد مركز على مستوى العالم في كاس العالم للمعاقين. ده احنا لو عملنا مثلا فكره عن الفريق ده او المنتخب عن المنتخب المعاقين المصري، ونشوف ندرس كل لاعب قد ايه المواجهات او المشاكل اللي هو واجهها، وقدر برضه رغم كل ده انه يسافر بره ويحقق حاجه. لو عملنا فيلم عن الابطال دي فعلا ممكن ناخد اوسكار، بدل ما نقعد نفرح بالمنتخب القومي المصري في الكوره بس ونعمل اعلانات ليهم. عشان نوصل لحاجه زي كده هوت لازم يجي لنا حاجه بروفيشنال من بره تعلمنا ازاي البروجرام يبقى بروجرام التمثيل اوريدي. يعني ما ينفعش يبقى مذيعه مثلا والاقيها تاني يوم بتمثل، ما ينفعش يبقى لعيب كوره والاقيه تاني يوم بيمثل. هو دوت اللي هيفرقنا عن الناس اللي بره. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس. ممكن اقول بقى يعني حاجه في دماغي بس بطريقه تانية. دي النضاره بتاعتي الخاصه بيا يعني. نقطة مهمة جدا أنا عايز أوصلها للناس، إنهم لازم يشاركوا في الحياة السياسية. الحياة السياسية ديت بتأثر في حياتك، في اقتصادك، في بيتك، في ولادك، في كل حاجة. يا جماعة احنا قمنا بثورة جامدة جدا، ثورة مجيدة، مش مجيدة جارتي، لأ مجيدة يعني جامدة ولها مبادئ وقيم، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. الاعلانات بالنسبة للإعلانات بقى اللي بتطلع رمضان كله شحاتة يا جماعة، ما ينفعش. ازاي يا قنوات يا زبالة تتاجروا بأحاسيس الناس كده؟ يعني ايه واحد يطلع في التلفزيون، يعني الناس ربنا يشفيها اللي عندها السرطان والناس اللي عندهم امراض في القلب، ازاي يطلعوا يعملوا حاجه زي دي؟ المفروض حاجه زي دي تبقى معموله باحترام. انت ما عندكش اي موقف لا الشورت بيمثل لك ايه؟ بيضايقك؟ لا انا عايز اعرف الشورت بيمثل للولاد ايه عامه؟ خطوط حمراء، انا بحذر المخرج اللي عاملها
ان دياب ده شكله مش ممثل اصلا يعني، ده شكله تقريبا كان بيبيع رز فلسطيني بلبن كده يعني. شكله بيبيع رز بلبن وغير شبه الاسود، بيخضني والله فعلا يعني. الجو حر. طب بالنسبه للهوت شورت اللي بيبقى في مارينا ايه؟ لا ما بلبسوش. ما تلبسوش. انا ملاحظه ان 3/4 الشباب دلوقتي يا بهوت شورتات يا الا بيعملوا شعرهم كده وبيلزقوا بتفافه. وبغني رابر. كنت منزل الفترة اللي فاتت أغنية اسمها وصية، حداد على روح الشهداء اللي ماتوا على رفح وكده. الأغنية دي بتقول إيه؟ بتقول لك قاعد في امان الله، دخلت جسمي بشويش، يوم حد وكان صيام وردية خدمتي في الجيش، قاعد مستني المغرب فارش حصيرة خيش، في ايديا كانت سلاحي وقدامي كانت لقمة عيش، حاسس اني لما مت كنت من الاجانب، مش لاقي حد فاكرني ولا من اي جانب، فالطلقة جت رقيقة وكانت نارها عليا هادية، في اقل من دقيقة كانت لروحي ناهية، ولادك دول بنوكي بروحهم بيفدوكي، ومش عايز فلوس ولا منكم زكاة، ودم في رقبتكم لحد اخر الحياة. دلوقتي احنا في مصر دلوقتي بنشوف الزباله حاجه عاديه كتيره، الناس بتشوفها كانها بتشوف اي حاجه. فهقول لكم على حاجه، المجد للنظافه، لقد هرمنا من القمامه. فاطمه من فرحتها اتهزت هزتين، وقعت على جرتها قسمتها نصين، يا عيني يا فاطمه. ايه؟ لا رقصيها حسني انا اتفضل. حاجه تانية برضو نفسي اقولها، يا ربي انا بتغاظ جدا من الناس اللي بتمشي عكس على الطريق. ليه نمشي عكس؟ ليه يا جدعان نمشي عكس؟ ليه؟ قولوا لي ليه بس. انا هقول برضو حاجه تانية، المجد للكهرباء والنور، لقد هرمنا من الضلمه. دي تعبير بسيط مني. في بال دلوقتي اتعكست بطريقه اوفر. لا هو انا عامه ما بحبش انزل الاماكن اللي ممكن ابقى حاسه فيها بلبش. اول مره اقعد قدام الكاميرا الصراحه. بصراحه اول مره. استنى اغني لكم اغنيه بقى. ناخد واحده مواهب كده قبل ما نمشي. ماشي؟ اغني تأليفي دي. ها اغني دي استدي جو. ماشي؟ قفز القنفذ، قفز الارنب، قفز القنفذ، قفز الارنب، ثم قفز الثعلب، قفز الفار، قفز الثعلب، قفز الفار. كان في مره كان اخويا ماشي قدامي وكنت عندنا في البلد في اسكندريه، وكان باين ان انا مش ماشيه معاه يعني. وكنا ساعتها راجعين من فرح وانا لابسه دريس بتاع، وواحد بقى خارج من العربيه بيقول لي وديني ما انت مروحه، وانا راكب العربيه. اخويا قال وديني ما انت اللي مروح وديني انت اللي ما هتمشي من هنا يعني. ساعتها كنت فعلا مبسوطه قوي، وسبت اخويا بيتخانق وكان رجلي وجعاني من التلوه، فقلت طلعت البيت. فعلا ما قدرتش. بيتخانق تحت وخلاص؟ كل الحاجات دي لازم تتغير في مجتمعنا ولا ايه؟ صح مش صح؟ انا شايف واحد دلوقتي بيتفرج عليا وبيضحك. لا كل ده لو صلحناه هنتغير وهنبقى بلد فعلا جامده جدي، ونقدر ناخد اوسكار فعلا بجد. ما قلنا لهمش يعملوا كده، بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشه على الفاضي. اتفرجت على افلام ايه؟ تمثيلات ايه في رمضان؟ خطوط حمراء اثر فيا الصراحه. ده اللي كل الناس بتموت فيه. انا حاسه ان احنا اللي هموت في الاخر والله العظيم في المسلسل ده. شباب الثوره انا عندي تحفظ عليهم بصراحه. كله دخل، اللي عايز يعمل له برنامج في التلفزيون، اللي عايز يبقى عضو مجلس شعب، وهم 2 3 اللي بقوا وكده، وباعوا الثوره وباعوا القضيه عشان خاطر مصالحهم الشخصيه. ما ينفعش ان انا ابقى بنافس عشان قضيه وبعدين بعد كده اوصل لحاجه تانية غير اللي انا كنت بحلم بيها، واخلي كل مجهود الناس دي وكل الناس اللي اتقتلت ديت عشان في الاخر اخد لي 20,000 ولا 30,000 في برنامج، وابيع كل القضيه اللي مصر ممكن تتطور بيها وتوصل بيها لحاجه كويسه احنا عايزينها. طلعوا على الافكار والدماغ، ففي كتير قوي عندهم افكار نفسهم يطلعوها، بس طبعا هنا الكلام ده مش موجود. هنا ابن الممثل ممثل، ابن المهندس مهندس، ابن الحرامي حرامي، كده كله كده تمام يعني. لو جبنا الناس المحترفين في المجال بتاع المسرح وكده، ويشتغلوا مع مخرجين من الاندر جراوند، مع كاست كامل من الاندر جراوند، واعتكفوا كلهم على عمل واحد، ممكن يطلعوا عمل يعني هيرفع راس مصر جدا. نرجع نقول التخصص، احنا بايظين في التمثيل، بايظين في الكوره، بايظين في كل حاجه عشان خاطر ما عندناش التخصص ثم التخصص ثم التخصص.